ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما تبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حبايب قلبي، النهارده عندنا باراجراف بعنوان سكرين تايم، واللي هو قصد بيها الوقت اللي حضرتك بتقضيه قدام الشاشات. طبعا هاجي النهارده انصحك نصيحه كبيره جدا: بلاش 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 القعده كتير قدام الشاشه. ولكن تم سؤالي من قبل ابن من أبنائي، قال لي: يا ميس أميرة، يعني حضرتك مش بتمسكي الموبايل أكتر من ساعتين؟ أنا بمسكه لأن شغلي تقريبا كله عليه، فطبيعي غصب عني بطبيعة شغلي هفضل ماسكة التليفون، يعني عشان أصور ده فباستخدام الفون، علشان أمنتج باستخدام الفون، فكل حاجة أصلا باستخدام الشاشة. طيب ما علينا، مش مشكلة، مش قضيتنا دلوقتي. احنا دلوقتي عايزين نعمل موضوع عن الشاشات. طبعا قلنا اي موضوع هنعمله هنعرف الموضوع ده، هنقول ان الموضوع ده مهم، ونبدأ نقول اهمية الموضوع ده، سواء بقى كان ليه عيوب او ليه مميزات. تعالى بقى نتكلم واحدة واحدة. هنقول على سكرين تايم. يعني ايه اصلا سكرين تايم؟ هبدأ اعرفه. هو ده عبارة ان حضرتك تستخدم الفون، تستخدم التابلت، تستخدم الكمبيوترز، كل ده الحاجات دي انت بتقعد تتفرج عليها. طب هقول ان الموضوع ده بيكون مهم مثلا. ليه بروز؟ يعني ايه بروز بقى؟ قلتها قبل كده، معناه ليه مميزات وليه في نفس الوقت كونز. يعني ايه كونز؟ عيوب. لان فعلا يا جماعه، انت دلوقتي انا اهو بستخدمه في الشغل بتاعي، فده ليه بروز. طب انا لو مسكت قعدت اتفرج بقى على فيديوز وقعدت العب بيه جيمز، لا دي عيوب بقى، يبقى هتخلي بالك. فانا هبدا اتكلم على البروز، المميزات، وبعد ما اخلصها هقول العيوب. البروز، المميزات اللي فينا: بعمل ايه؟ لا ليرن، بتعلم، educate، بتعلم برضو. بعمل ريد للاي بوكس. يعني ايه ريد الاي بوكس؟ اللي هي الكتب الالكترونيه، بقرا من عليه. كمان هو بيكون هيلبفول، بيساعدني في حاجات كتيره جدا، بيقدر ان هو يساعدني فيها. طيب ده كده بالنسبه للمميزات. طب ايه الكونز اللي عنده؟ لا، الكونز اللي عنده اللي فيه اطفال كتيره جدا بيلعبوا جيمز، بيتفرجوا على فيديوز على السكرين دي. طب يا ميس أميرة، إيه هو ماشي ان انت تتفرج على السكرين تايم؟ هي دي حاجة بالنسبة لك فن، ممكن تبقى مرحة، ممكن تبقى هيلبفول ساعات، ولكن كون ان انت بتستخدم too much screen time ده ليه اضرار، ليه هارمز. بقى ايه الاضرار اللي هو هيسببها لي؟ ابدا اقول ان هو ليه هارمز، اضرار. شبه ايه مثلا؟ والله ان هو tired your eye، هيوجع عين حضرتك. كمان مش كده وبس، كمان هيخليك انت ذات نفسك تكون تايرد، تكون تعبان. ولازم تاخد بريك من وقت للتاني في استخدامه، ما ينفعش انت تستخدمه طول اليوم. لازم كمان توفر شوية وقت كده لعيلتك، لاصحابك، تخرج معاهم، تتكلم معاهم. تروح بدل ما انت قاعد عمال ماسك التليفون، تروح دو سبورتس، تعمل رياضة مثلا بتحبها. لا، دو سبورتس كده. وما ينفعش كمان اديك نصيحة في الاخر: انت ما ينفعش تقعد اكتر من ساعتين عليه، ويجب عليك ان انت تستخدمه بحكمة. بس كده بس كده، والله الموضوع سهل. تعالى بقى نقرأ حتة حتة من اللي احنا قلناه. مبدئيا بنسيب مسافة 70 اهو، شبه ما احنا عارفين، خطنا منظم على السطر، ولا نازل ولا طالع. اول حرف كابيتال. بعد ما بنخلص بنحط الفول ستوب. الكلام ده بقيله في كل باراجراف، بس يا رب ان شاء الله مع التكرار يعلم الشطار. انتوا اكيد فاهمين الكلام ده طبعا. طيب طالبه منك بس حاجه قبل ما تقراوا معايا: لايك، شير لصاحبك اللي تايه في الباراجراف مش عارف يعمل ايه، سبسكرايب على القناه لما كنتش عامل، وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل حاجه. اول حاجه اقول ايه هو السكرين تايم، فاقول دي مينز، يعني معناها يوزنج، استخدام الفونز، استخدام الموبايلات والتابلتس وكمان الكمبيوترز. بعد ما خلصت حطيت فول ستوب. هبدا اقول السكرين تايم هاز بروز، ليه مميزات، اند كونز، وكمان ليه عيوب. طب ايه هي البروز بقى؟ عملت كوما وقلت ايه هي. قلت ان you can learn، تقدر تتعلم، or educate او تعلم، and read e-books، وان انت كمان تقرأ كتب. طب هقول it is helpful for many things، يعني الحاجة دي انها الحاجة دي بتكون helpful، مفيدة، for لي many things، لحاجات كتير. ايه بقى الحاجات الكتير اللي انت قلت لك ممكن تتعلم؟ طيب ايه بقى في كونز بقى؟ ذا كونز ايه هي العيوب؟ ان في كتير many kids. يعني ايه many kids؟ يعني كتير من الاطفال play games، بيلعبوا لعب، او watch videos، بيتفرجوا على الفيديوهات on screens، على الشاشات دي. طب بعد كده قلت لك ان اليوزنج سكرينز، استخدام الشاشه دي، كان بي يعني يقدر ان هو يكون فن وهيلفول، ولكن ان انت تستخدم كتير او too much screen time ده هيأذي عينك. but too much screen time can hurt your eyes، يقدر يأذي العين and make you tired، ويخليك تعبان. طب هقولك ان انت يجب عليك انت تاخد بقى استراحة. you should take breaks and not use the screens all day، لازم تاخد استراحة وما تستخدمش الشاشة دي طول اليوم. طب يجب عليك ان انت كمان تقضي وقت مع عيلتك. دي نصايح بقى، ببدأ اديك نصايح. you should spend، تقضي، should يجي بعديها verb في المصدر، spend your time، وقتك مع عيلتك، ويبقى with family and friends وصحابك، and do sports، وان انت تعمل رياضة. وكمان ما ينفعش تقضي اكتر من ساعتين، يبقى you shouldn't، لا يجب spend، تقضي
more than أكتر من 2 hours ساعتين، ويجب عليك تستخدمه بحكمة. you should use it wisely. وبس كده يا جماعه، دي موضوع السكرين تايم ما فيهوش اي حاجه. بتمنى لك النجاح والتوفيق الدائم. بحبكم، ربنا معاكم يا رب يوفقكم. وما تنساش بقى تكتب لي كومنت حلو كده قبل ما تقفل الفيديو. وبس كده، باي.